هنجيب نص كيلو من الستيك، واحلى قطعيه تستخدموها الريب اي او الانتركوت. وفي طاسه على نار عاليه هبتدي ان انا احط معلقه كبيره من السمنه وابتدي اشوح الستيك بتاعي. رشه من الملح والفلفل الاسود، اول ما تاخد لون من ناحيه بقلبها الناحيه التانية واديلها برضو رشه من الملح والفلفل الاسود. بعد كده بحط 3 فصوص من الثوم ورشه كده من الروزميري، وبعد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده من كل ناحيه هبتدي ان انا اشيلها على جنب. وفي نفس الطاسة هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة، وهنزل ببصلتين متقطعين شرايح، رشة من الملح والفلفل الأسود. هقلب البصل كده لحد ما يدبل شوية، وبعد كده هنزل بقى بكل الخضار اللي انا بحبه. انا حطيت 2 طماطم وجزر وبطاطس وكمان فلفل اخضر. حطوا بقى اي خضار بتحبوه، هينفع جدا في الوصفة دي. ظبط الملح والفلفل الاسود وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. اول ما الخضار يدبل كده شوية بشيله على طول. هجيب بقى البايركس بتاعي او اي صينية تنفع تدخل الفرن. هبتدي احط الاول ورق فويل كده بالطول وواحدة عكسها كده بالعرض، وبرضه احط ورق زبدة بالطول وواحدة كمان بالعرض. هرص الاول اللحمة بتاعتي، واي حاجة نزلت من اللحمة طبعا بحطها، وهنزل بقى بالخضار فوق اللحمة بالشكل ده واسويه كويس جدا. هقفل عليه بورق الزبدة كويس جدا، وبعد كده اقفل بالفويل، ولازم تقفلوها كويس قوي علشان مش عايزة البخار يطلع منها خالص. بعد كده بكون طبعا مشغلة الفرن قبل ما ادخلها بربع ساعة على درجة حرارة 200. بتاخد تقريبا ساعة، اقصى حاجه تاخد ساعه وتلت او ساعه ونص، مش اكتر من كده يا جماعه عشان ما تنشفش منكم، حسب قطعيه اللحمه والسمك بتاعها. وادي بقى شكلها وبس كده، وبكل سهوله بقى جاهز عندكم احلى ورقه لحمه هتاكلوها. اللحمه دايبه فيها والخضار مستوي وفي نفس الوقت ماسك نفسه، وفي صوص كده خطير نازل منها. هتقدموها بقى مع الرز الابيض او الرز بالشعريه، وبالهنا والشفا. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.